بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين محمد وآله وصحبه والتابعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، ما زال تعليقنا متواصلا بعون الله وتوفيقه على ألفية العراقي في السيرة النبوية حتى وصلنا ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب في نسب النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتاجه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، وهؤلاء العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادتهم الفخر بالأنساب، فكانوا لا يستجيبون لمن لا يعرفون نسبه ولا يعرفون آباءه وأجداده. فمما أيد الله سبحانه وتعالى به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بعثه من قبيلة هي أشرف قبائل العرب، واختاره سبحانه وتعالى من نسب معروف فيهم من جهة الآباء والأجداد كلهم ذو ذكر عند العرب ومعروفون بمكارم الأخلاق والصفات الحميدة. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم الزكي الطيب الطاهر معروف أنه صلى الله عليه وسلم نشأ من نكاح صحيح من جهة الآباء والأجداد، فآباؤه وأجداده معروفون، وكذلك من جهة الأمهات لم يذكرن بسفاح فصاني الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقد بقى الله سبحانه وتعالى السفاح إلى غير ذلك، ولذلك لم يولد من سفاح. وهذا جعله سببا من الأسباب التي تقطع الحجة على الكافرين حتى لا يسيروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يجعلوا هذا عذرا له في عدم اتباعه. قال العراقي رحمه الله عبد الرحيم بن الحسين في ألفيته في نسب النبي صلى الله عليه وسلم: وهو ابن عبد الله عبد المطلب، أبوه وهو شيبة لحمد نسب، أبوه عمرو هاشم، والجد عبد مناف بن قصي زيد بن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ابن غالب أي ابن فهري، وهو ابن مالك أي ابن النضر، وأبوه كنانة ما أبركه، والده خزيمة بن مدركه، وهو ابن إلياس أي ابن مضراء بن نزار بن معد الآمرة، وهو ابن عدنان، وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب. نعم، قال وهو ابن عبد الله، وهو أي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله عبد المطلب أبوه، أي عبد الله ابن عبد المطلب، فعبد الله أبوه عبد المطلب. عبد المطلب هو شيبة، يعني عبد المطلب يسمى شيبة، يقال له شيبة الحمد لأنه ولد وفي رأسه شيبة أي شعرة بيضاء، فلقب بشيبة الحمد، وهو شيبة الحمد نسب. نعم، إذن أنه ابن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب يسمى شيبة الحمد، قلنا أنه ولد في رأسه شيبة بيضاء. أبوه عمرو هاشم، والجد أي أبو عبد المطلب اسمه عمرو، وهو المعروف عندنا بهاشم، أنا عبد المطلب بن هاشم، ولقب بهاشم لأن أول من هشم الثريد لقومه كان هو. والثريد معروف أنه الخبز الذي يؤكل مع اللحم، يضعون اللحم مع المرق ويجعلون معه الخبز، فكان أول من هشم الثريد يأتي بالخبز اليابس يهشمه ويكسره ويبته ويضع مع المرق واللحم ويطعم قمه أبو عمرو وهو هاشم. والجد عبد مناف أي والد هاشم عبد مناف، سمي به لطوله، يعني لو كان طويلا من النيف والزيادة، فلقب بعبد مناف. ابن قصي زيد، والد عبد مناف اسمه زيد ولقبه قصي، ونحن نعرف له قصي وهو المشهور. ابن كلاب أي حكيم، كذلك والد قصي كلاب واسمه حكيم ولقبه كلاب، ابن كلاب أي حكيم يا أخي. وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، كلاب ابن مرة، ومرة بن كعب، وكعب بن لؤي. نعم. وهو ابن غالب أي ابن فهري، وهو ابن مالك أي ابن النضر، وهو أي لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر. نعم. والفهر معناه الحجر الطويل، وفهر هذا لقب بقريش وإليه نسبت قريش. نعم.
هناك قول يقول أن قريشا هم أولاد النضر بن كنانة. نعم. وأبوه كنانة ما أبركه، والده خزيمة بن مدركة. وأبوه أي وأبوه، وهذه على لغة النقص في الأسماء الخمسة. بعض العرب يحذفون حروف العلة من الأسماء الخمسة ويعربونها بالحركات، قد أشار لذلك ابن مالك رحمه الله في ألفية حيث قال وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. ويقولون جاء أبوه ورأيت أبه ومررت بأبيه. ونقول ربة بن العجاج بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وأهل سلمى ثم واها يا ليت لو أننا نلناها، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. نعم. فحينئذ وأبوه هذه لغة في النقص. وأبوه كنانة. نعم. وأبوه كنانة ما أبركه. ما أبركه هنا تعجب من كثرة بركته، والبركة هي الخير الكثير، لأن كنانة تفرع منه خير كثير، لأنه من ذريته رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قريش، وكثير من المؤمنين يتفرع من ذرية هذا الرجل. وأبوه كنانة ما أبركه. والده خزيمة بن مدركة. والده أي أن كنانة والده خزيمة بن مدركة. نعم. وهو ابن إلياس أي ابن مضراء بن نزار بن معد اللامرة. وهو أي مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار بن معد لامرة، لا شك في هذا النسب. وهو ابن عدنان أي نزار بن عدنان. وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب، يعني أهل النسابين أجمعوا على هذا النسب الشريف، معناها ما اختلفوا في ذلك. قال أحمد البدوي رحمه الله تعالى: أحمد عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف المنتخب، لقصي بن كلاب المرة، كعب لؤي غالب الغرة، فير بن مالك والنضر ذي السكة، كنانة خزيمة فمدركة، إلياسها مضرها نزار، معد عدنان انتهى الخيار. محل الشاهد أحمد عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف المنتخب. المهم أن نسل المسلم هذا الذي يصل إلى عدنان أجمع عليه العلم، وسنقتصر على هذا الحد إن شاء الله تعالى.